لو انت سألت اي حد هو انت ليه كده مش سعيد في حياتك؟ يعني ليه مفيش في حياتك كده لحظات من الروقان وراحة البال والنعيم؟ اكيد هيرد عليك ويقولك علشان كل حاجة صعبة، كل حاجة بتحصل مؤلمة، الحياة مؤلمة. حتى لو انا حابب ان انا عاوز اكون رايق، ازاي وكل الألم النفسي والقلق والتعب والخوف كل ده جوايا؟ ازاي؟ اكيد ما اقدرش اكون رايق. لو ده كلامك او لو انت شايف ان الكلام ده ينطبق عليك وعلى حياتك، فانا بقولك انت صح، عندك حق. ولكن انا في الفيديو البسيط ده هكلمك عن ازاي انت تقدر تخلق لنفسك احساس من النعيم والسعادة والسلام الداخلي في وسط كل القرف ده، او على الرغم من وجود كل القرف ده في حياتك. طالب منك بس تديني فرصة ويلا بينا نبدأ. عمرك قبل كده لاحظت ان اللي بيحصل في حياتك شبه قوي اللي بيحصل جواك؟ يعني مثلا عمرك لاحظت لو انت شخص حاسس على طول بضغط وخوف وقلق وحسيس وحشة بشكل دايم، يعني تقريبا كل يوم، والسعادة والروقان ما بيدخلوش حياتك، هل لاحظت ان حياتك مليانة برضو بالحاجات دي؟ يعني مليانة مواقف بتضغطك ومليانة مواقف بتسبب لك احزان. ايه السر؟ ايه العامل المؤثر؟ ولا الموضوع كده عشوائي؟ طبعا الموضوع مش عشوائي، في عامل مؤثر او قانون معين، وده اللي انا جاي اكلمك عنه في الفيديو. القانون ده يا سيدي هو ان حياتك الخارجية، اللي بيحصل في حياتك، هي مجرد انعكاس لحياتك الداخلية. يعني كل حاجة جواك، يعني اللي بره مراية للي جوه. ودي حقيقة واضحة جدا لو انت فكرت فيها، بس حاجة من الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. زي ما تقول كده عقلنا بينزل بتبرمج ان المفروض ان حاجة بتحصل في الحياة، وبعد كده احنا بنحس بحاجة. يعني الحدث اللي حصل لنا ده او الموقف اللي حصل لنا ده هو اللي بيأثر علينا، وهو اللي بيسبب ان احنا نحس بإحساس حلو ولا وحش. والموضوع ده صح فعلا، ولكن الوهم او الحاجة اللي احنا مش فاهمينها انه برضو بيشتغل بالعكس من الناحية التانية. يعني مش بس ممكن موقف يحصل يأثر عليك ويخليك تحس بإحساس معين، لا، انت برضو احساسك ده هو اللي هيخلي في مواقف تحصل شبه نفس الإحساس، وبعد كده بعد المواقف دي ما تحصل تجيب لك نفس الإحساس تاني، وهكذا، ودايرة تشتغل. ومن هنا انت اكيد ربطت حياتك مع اللي انا بتكلم عليه. اكيد انت قبل كده لاحظت ان اللي حياته حلوة بيكون حياته حلوة على طول، يعني تقريبا ما بتحصلوش حاجات وحشة خالص او قليل. وفي ناس تحس ان يخرب بيت حظكم، او ايه الفقر ده، واحد ما بتحصلوش الا كوارث. فلو تتبعت الحالة النفسية الدايمة او الحالة الشعورية الدايمة او كل حاجة بتحصل جوه الشخص ده، هتلاقي شبه لو الشخص اللي حصل له حاجات كويسة، هتلاقي شبه الحاجات الحياة الخارجية بتاعته. دايما هو جواه رايق رغم اللي بيحصل، فبالتالي تحصلوش حاجات تقلل من روقانه، بالعكس بتحصل له مواقف كتيرة تزود من روقانه. فلو انت فعلا عاوز انك تعيش حياة مليئة بالروقان والنعيم، على الرغم من وجود برضو مشاكل في حياتك، بس انت ساعتها مش هتشوفها كأنها مشاكل. لو انت فعلا عاوز تعمل الموضوع ده، ما تبصش لبره، ما تقولش ها اعمل ايه بقى، انت مش محتاج تعمل حاجة، انت محتاج تبص على نفسك. لان اي مشكلة بتحصل لك، افهمني دي كويس، اي مشكلة بتحصل لك سببها انك قلت لا، دي حاجة وحشة أو ده موقف وحش مش المفروض يحصل لي. طبعا انت مش بتقول كده بشكل واعي، مش بتقول ده حاجة مش، لا مش قصدي كده، انت عقلك بيعملها بشكل لا واعي. فلو انت دخلت في السكة دي هتفضل عايش نفسي في الموقف ده يحصل، يا رب يحصل، هسعى اني اكون مش عارف ايه، اني احقق ايه، وتكون دي مش حاجة حلوة اصلا بالنسبة للحياة، بس انت عقلك مفهمك ان هي دي سعادتك. فتبدأ بقى تكافح، وتلاقي تسمع ناس تقولك المعافرة، ولازم تتعب عشان تلاقي. فانت تلاقي نفسك بتتعب ومش بتلاقي، تقول الله هو في ايه، انا بتعب ما بنجحش ليه؟ كل ما توصل لحاجة بتقول ساعتها، لما بتوصل للحاجة دي بتقول ايه ده، لا انا حاسس ان في حاجة ناقصة، اكيد يبقى انا محتاج اوصل لحاجة تانية. فده اللي انا اقصده بانك تبدأ تدور في اللي بره. مفيش حاجة هتحصل هتسعدك، خلي دي برضو في دماغك.
اكتر حاجة عقل الانسان بينجح انه يضحك علينا بيها، هو مش بيضحك علينا، هو مش وحش، هو مبرمج على كده، ان هو يقولك بص 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 هناك، شايف الحياة دي، شايف الموقف ده، شايف لو كام حاجة دول اترتبوا يا نهار ابيض على حياتك. فتبدأ انت تقول لا يا سلام فعلا صح، انا لازم اسعى في اتجاه هذا الهدف. وطبعا جسمك مش بيسكت، جسمك بيبدأ يطلع لك بقى دوبامين وهرمونات تحفزك انك تروح في الاتجاه ده. فطبعا انت مش بتكون رايق في الفترة اللي انت بتاخدها عشان توصل للموضوع ده، بس عقلك بيقولك انت مش رايق دلوقتي ومضغوط دلوقتي ومش سعيد دلوقتي فعلا، بس ساعة بقى ما توصل للحياة دي وساعة ما المشاكل بتاعتك دي تنتهي، ساعتها بقى هتعرف الروقان والنعيم وكده. فالموضوع أشبه يا صديقي بالظبط كأنه طبخة، حياتك دي أشبه كأنها طبخة. انت بتعمل أكلة جواك، فبينتج عن الأكلة دي أقصد بيها حالتك النفسية أو حالتك الشعورية أو كل حاجة بتحصل جواك من أفكار وحاجات انت مصدقها ومشاعر وكده. ده الأكل نفسه جوه الحلة، بينتج بقى عن الأكلة ديت ريحة، صح؟ فتخيل انت منزعج جدا من الريحة اللي طالعة من الأكلة دي، وعمال ترش في معطر في الجو، مش عاجباك الريحة، وسايب الأكل على النار، والأكل هي اللي بتطلع الريحة، بس انت مش عارف ان دي سبب دي. انت متدورش على اللي بره، ركز على اللي جواك. دي حاجة من الحاجات اللي بيتعلمها بيعرف فعلا يعني ايه نعيم. فاللي انت محتاج تعمله انك تبدأ تفتح الحلة، يعني انا جاي اقولك كده في الفيديو ده، افتح الحلة وشوف الاكل اللي انت بتطبخه غير فيه. جايز انت تكون بتحط مثلا بهارات زيادة، هي اللي مخليه الريحة وحشة، او هي اللي مخليه الطعم وحش. جايز في بهارات تانية انت ما تعرفش عنها حاجة، لو حطيتها في الاكلة بتاعتك هتلاقي الريحة طلعت جامدة جدا، او هتلاقي الطعم بقى حلو جدا. ماشي يا عم نادر، انا خلاص فهمت ان انا هبص على اللي جوايا وابدا اظبط اكلتي واحط البهارات المعينه طب ثواني، اجيب البهارات دي منين يا عم نادر؟ او بالمعنى بقى التاني، ازاي بقى اتعلم الحاجات اللي لو طبقتها على نفسي هلاقي بقى فعلا يعني مقابل لده في حياتي الخارجية. يعني من الاخر اغير ايه في نفسي يا عم نادر علشان الاقي نتيجة في حياتي الخارجية. هنا بقى نبدأ كلامنا، روح لي على هناك، اشوفك هناك. بشكرك الاول، بشكرك على مشاهدتك، ولو شايف الفيديو مفيد او لو شايف المحتوى يستاهل انه يكمل على يوتيوب، انا بصراحة شايف انه مهم جدا والناس كلها محتاجاه. فانت قول لي رأيك في الكومنتس واعمل شير لو شايف الموضوع يستاهل. اكتب لي تحت في الكومنتس قول لي انت منين عشان اشكرك بشكل شخصي. انا نادر رجب، واشوفك في الفيديو اللي جاي، وسلام.